السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم آخر أخبار فريقي الوداد الرياضي والرجاء الرياضي. قبل البدء في التفاصيل لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة ووضع زر الإعجاب للفيديو لكي يصلكم كل جديد. بداية بفريق الوداد الرياضي، أثبتت الفحوصات التي خضع لها أمين أبو الفتح لاعب الوداد الرياضي لكرة القدم غيابه عن الميادين لأربعة أسابيع بعد إصابته على مستوى الكتف خلال المباراة التي جمعت الوداد الرياضي ضد اتحاد طنجة في الثلاثاء الماضي. واضطر الطاقم الطبي للوداد الرياضي إلى نقل أمين أبو الفتح للمستشفى لإخضاعه لفحوصات دقيقة أكدت غيابه لأربعة أسابيع عن صفوف الوداد الرياضي. وفي خبر آخر، اضطر المكتب المسجل للوداد الرياضي إلى عقد اجتماع جديد أمس الأربعاء مع أيوب العملود لإقناعه بتجديد عقده مع الفريق الأحمر لموسم إضافي على الأقل. وكشف مصدر وداد مسؤول أن انتشار أخبار عن رغبة الجيش الملكي في التعاقد مع أيوب العملود بعد نهاية عقده مع الوداد الرياضي في يونيو المقبل دفع مسؤولي الفريق الأحمر إلى الإسراع في الاجتماع بالظهير الأيمن لإقناعه بتجديد عقده بشروط مالية جديدة. وأوضح المصدر الودادي أن المكتب المسير أطلع أيوب العملود على الشروط الجديدة لعقده، ومن المنتظر أن يعقد الطرفان اجتماعا جديدا قبل الحسم النهائي في مستقبل الظهير الأيمن للفريق الأحمر. وتألق العملود مع بداية الموسم الرياضي الحالي، ما دفع وليد الركراكي إلى توجيه الدعوة إليه للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني، غير أن تراجع مستوى الفريق الأحمر في المباريات الأخيرة منذ التعاقد مع فوزي المنصرتي أثر على مستوى العملود. أما فيما يخص فريق الرجاء الرياضي، يواصل فريق الرجاء الرياضي استعداداته بأكاديمية النادي لمواجهة شباب السوالم الرياضي برسم الجولة 24 من البطولة الوطنية الاحترافية. وسيستعيد الفريق الأخضر خدمات لاعبين مهمين لمواجهة السوالم، ويتعلق الأمر بكل من صانع الألعاب صابر بوغرين والظهير الأيمن محمد بولكسود بعدما غاب عن المواجهة الأخيرة أمام الفتح الرباطي. وستعرف التشكيلة الألماني جوزيف زيمباور عودة صابر بوغرين بعد استيفاد عقوبة الإيقاف عقب تراكم البطاقات الصفراء إلى جانب محمد بولكسود بسبب الإصابة على مستوى الكاحل والتي لحقت به خلال مواجهة أولمبيك سفي برسم الجولة 22 من الدوري الاحترافي.